السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين بخير. تنهضر بشويه حيت جيت للمكتبه وانا كنجلس هنا في هاد البلاصه هادي ديال الاطفال، كتعجبني بزاف وعندهم واحد الكراسه زوينين. انا غنصور لكم واحد الكراسه عندهم فنين، راه فردوس فينا هي قالت لا شوفوا عندهم هاد الكراسه ايوا تيعجبوني. وعرفتوا هذوك الكراسه اللي هي راهم انا كيضروني في ظهري والله البنات. ما تريحش مرتاح، وهاد الصغيورين عرفتوا زوينين صافي. وانا اجي فردوس لهاد الشيء صافي، وانا قلت غادي نجلس هنا وندير معكم فيديو. شحال هذا ما درت معكم شي فيديو، كاع ما قلتوا لي في التعاليق وفينك ابنات عايده وفينك نجلاء، كاع ما بقيتي درتي لينا فيديو. غندير كلا راسي راني زعما كنقرا بالعربيه، تقول هذه هازه كتاب بالصباليونيه وقاعده كتقرا. المهم البنات، بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع مهم، لان بزاف تاع الاخوات يسولوا عليه، خصوصا واحد الاخت. راك شتو دابا واحد المساله دابا دايره في اليوتيوب ديال واحد الاخت داو ليها بنتها بسبب واحد الرسمه رسمتها داو ليها بنتها. شوفوا، راه خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، خاص البال ديالكم الا كنتم مقررين انكم تجيو لاوروبا، خاص البال ديالكم ما يكونش تبقاو دائما تفكروا في هذا الموضوع هذا، لان هذا الموضوع هذا غادي يضركم لا في العقل ديالكم ولا في النفسيه ديالكم. شوفوا، الشي هما اللي بغا يحيدوا لكم الاولاد ولا اولادكم ولا هذا، راه على اتفه الاسباب، واخا ما ديروا لا بايديكم ولا رجليكم، فهمتوا؟ بسبب بسيط تيديروا الحجه انه يديو لكم ولادكم ولا هذا. ما عرفتش، انا راه كنت سبق لي وهضرت معكم في هذا الموضوع وقلت لكم شوفوا، انا خد الزوج ديالي عرفتوا تبارك الله شحال من عام هنا، راه نقول لكم 20 سنه الفوق. تزوجت هنا ولدت وليدات هنا. الولد الاول تبارك الله ديالها راه عنده 15 سنه تقريبا ولا 14 سنه، مهم في هذا العمر ولا اكثر. ها بنتي انا راه عندها 13، ويعني نقول لكم عنده شي 15 سنه ولا 16 سنه، وتبارك الله والده وليدات اخرين، الله يكمل عليها، عندها وليدات اخرين. ما عمر هذا المشكل هذا اللي كنسمع صراحه، انا ما عمري ما سمعته في العائله. كنت انا في المغرب وهما كانوا هنا في اسبانيا، قلت لكم بزاف هما راه ولاد العمام ديال الزوج ديالي، قلت لكم اختو. تقريبا حنا عندنا عائلته هو كثير هنايا في اسبانيا، كل شيء مجوج، كل شيء والد، 3 الاولاد 4 الاولاد تبارك الله كتر كاع، يعني ما كاينش هذا المشكل هذا. عمرهم ما قالوا لي بان راه السوسيال قالت لينا غنديو لك ولدك، ولا علاش لبستي ولدك، ولا علاش درتي لولدك هادشي، لا. وبالعكس، انا عمت الزوج ديالي كنت تلاقيت معاها، كنا معروضين هكا في واحد البلاصه وانا نتلاقى معاه تما، هي تقول لي قالت لي واش خدمتي؟ قلت لها باقا، قلت لها ما قدرتش نخدم، ما لقيتش اللي يجيب لي فردوس من المدرسه مع الجوج، وانا ما نقدرش نخليها في شي بلاصه ولا شي حاجه. قالت لي اويلي، قالت لي كنت نخلي ولادي، قالت لي جوج صغار، الخوهم الكبير هو تيمشي يجيبهم، قالت لك واحد كيمشي يجيبهم من الكوارديريه والاخر ما عرفت من المدرسه ولا هذا. قالت لي ما ويلي، قالت لي الا بقيتي خايفه وهذا، قالت لي ما غديري حتى شي حاجه. شوفي، قالت لي شي جارتك ولا شي مراه هكاك ولدها تيقرا مع بنتك ولا هذا. وكما قلت لكم الصراحه انا ما زعمتش، راه انا دابا هذا هو المشكل الوحيد اللي مصدعني وصراحه، وتنقول اللهم نبقى حدا بنتي، وكما تنقولوا بينما كبرت شويه بعدا وهذا. هذا هو المشكل. اش بغا نعاود لكم اخر، يعني خوتي ما تبقاوش دايرين في بالكم. انا ملي كنت في المغرب، شوفوا انا ملي كنت في المغرب انا كنت كنسمع بحال هادشي هذا، كان تيضرني راسي. سبحان الله هادشي فين كنسمعه؟ غير في الجويه ديال الشمال. الجويه تاع الشمال، راهم الجويه تاع الشمال معروفه، مدريد، برشلونه، خيرونه، عرام البلايص، ما نقدرش نقول لكم السميات كلهم. مهم الشمال، انا كاينه في الجنوب، الجويه تاع الشمال فين تنسمع هاد العجب هذا. الجهه ديالنا حنا ولا من نهار جيت انا عمري ما سمعت هاد الشيء. هكا نسمع هكا ولا
ما تنسمعش. بالنسبه خوتي قالت لي الاخت بالنسبه للمساعده، حتى نشدوا المساعده. شوفوا راه كاينه المساعده اللي من الحق ديالنا اننا ناخذوها، بحال الانغريسو منهم فيتال. علاش داروه لينا بالنسبه للعائلات اللي مستوى الدخل ديالها ضعيف، ما كتكمليش واحد المستوى، خص يكون عندك الدخل في واحد العام ما كيكونش عندك، عاد تيعطوك الانغريسو منهم فيتال. ما عمر المساعده كانت مشكل انهم يديولك الاولاد ابدا. المشاكل اللي نزع الأطفال من العائلات إما كيصيفطوهم مثلا مسخين ما واكلينش. المشكلة قلت لكم الأولاد تيقولوا الهضرة، داكشي اللي كيطرب في الدار تيقولوه إلا ماشي هما اللي قالوه للمعلمة تيقولوه لصحابهم في وقت الاستراحة. عرفتوا في وقت الاستراحة الأولاد مساكن غير أطفال غير أبرياء، داكشي اللي كان في الليل ولا مهم عاشوه الغد اللي كيعاودوه الاصدقاء ديالهم في المدرسه. الاصدقاء عرفتي هنا راه عندهم برقاق الوليدات، برقاق بزاف هنا. داكشي اللي كيعاودوا يمشيو معلمه لا مايتريس لا ما تيقول هنايا المايسترا. انا قلت لكم لا مايتريس نعل مايسترا. مهم معلمه شوفي راه قالت لي فلانه قالت لي كذا وكذا وكذا. تتمشي المعلمه كتشد الدر من ايدو كتبدا كتوشوش ليه فلان حق هذا واش ما تصح. الدري مسكين بريء تيشوف المعلمه كتضحك ليه في وجهه هذا تيقول راه ما تصح المايسترا وراه بابا ضرب ماما ولا راه عايرها ولا راه غوت عليا ولا راه ضربني ولا. وهذاك وخاص تكون الاماره. شي الضرب الا ضربتي الولد ما تخليش فيه غير الاماره باش يقولوا لي انا شوفوا كنتصرف كما كنت نتصرف مع بناتي في المغرب. انا مازال فردوس اصلا فردوس انا حتى ملي كنت في المغرب مربيها في واحد الشكل، يعني مربيها بالهضره. تنهضر نقول شوف غديري ديك الحاجه ما درتيهاش غدا ما غنخرجكش غدا ما غنديرلكش غدا ما غنفعلكش صافي. ولا كثرت عليا كاع ولا هذا راه كضربي واحد الضرب اللي هو غير مبرح زعما ما كتخليش شي بلاصه زرقاء ولا طايره. راه كاينين بعض سبحان الله بعض الوالدين كيضربوا تيخليو الاماره فهمتي تيخليو يعني الدقه النت زرقاء ما تمشي على سيمانه فهمتوا. يعني ضربوا وعرفوا فين ضربوا. راه هما ماشي ما تيضربوش هنا كيضربوا. انا قدامي شفت نصرانيه ضربت ولدها طرشاتو في الجرده وماشي كبير راه غير صغير وصرفقاتو ما بغاش يسمعوا وصرفقاتو. شت هادو شي جوج ولا مع 3 يعني راه ماشي ما كاينش الضرب تسمعوا كتلقوا الاولاد يديروا ما بغاو ولا لا. احنا سبحان الله كما تنقولوا الجيل ديالنا ماشي الجيل ديالنا هاد الجيل ديال وليداتنا وهذا كاموني الا ما تحكش ما كتعطيش ريحته كما كنقولوا صراحه الله. احنا عندنا الاولاد واخا تنهضروا معاهم هكا ولكن نوبه خاصنا شويه نزوروهم كما قال يديروا بحال الفقره مره خاصنا نزوروهم واحد شويه لا ايه. راه تيقول لك العصا لمن يعصى، ولكن تهضري المره الاولى والثانيه والثالثه وهذا وتوري شي بعض المرات شي حوايج راه تيخاصهم شويه العصا. ولكن الضرب غير مبرح ماشي تشدي ولدك تعطيه شي دقه تبقى فيه سيمانه ولا 4 ايام ولا هذا ويمشي عند المعلمه يهز التريك ولا هذا وتشوف الدقه شكون ضربك ماما ولا بابا. هنا فين كاين المشاكل. اما اختي امك لا ولدك مشربه. هاد السيده هذه اللي داو ليها هذه ما عرفت ولدها ولا بنتها شنو بهذا السبب هذا الرسمه هذه راه دابا راه دايره تندخل يوتيوب كنلقى هذا يعني راه مهليه فيهم قالت مهليه فيهم من كسوه من صباطه من كل شيء. وفي الاخير بسبب رسمه الدري كيرسم داك الشيء. دابا هما علاش قالوا علاش دابا هما عطوه ديك مثلا ديك الورقه صفحه بيضاء وقالوا لي كتب عاد بالهم هما بان الطفل كيعبر على هذاك الشيء فهمتوا كيعبر على هذاك الشيء الداخلي اللي عنده في النفسيه ديالو داك الشيء رسم. بحال دابا هنا بنتي غنعطيها دابا مثلا شي ورقه بيضاء وغنقول ليها رسم مثلا غنقول ليها رسم تقدر ترسمني تترسمني انا تترسم باها تترسم خوتها ما عرفتش دابا شي نديرو نقول فردوس نعطيها انا ورقه نقول لها فردوس رسمي ليا تقدر ترسم داكشي نقول لها رسمي ليا شي حاجه المهم انا غنقول لها رسمي ليا شي حاجه انا غنشوف اش غادي ترسم مثلا هادشي اللي بغا نقول لكم. انا ما يبقاش ضركم راسكم بأتفه الاسباب. كان ولدك مريض خذي ليه الستيته مع الطبيب ديالو ديه شوفي مالو. عندك موعد ديال الطبيب
ولا الطبيب عطاك موعد لولدك ديه. والله انا لا دابا لا مشكله والله. انا تنقول لكم الا بنتي كملت دابا كان فيها فقر الدم دابا وكملت واحد الكينه ونقول لك خصنا نعقبو نشدو لها رانديفو، انا باغا كاع ما شديت، ولكن ولاد الحمد لله لاباس. انا قلت لكم هادشي اللي مرات يدير ما عرفتش هاد المشاكل وتيخلي الواحد دار راسو عوض هي ما تعيش الحياة اليومية ديالك عادية، تبقاي ناري مهمتي ولدي غيمشي للمدرسة. او المشكلة بعض المرات كيديو لك ولدك ولا بنتك من المدرسة ويخليوك انتي ما تعرفي حتى فين الضو. وهذا غنوجه لكم واحد النصيحة مهمة بغيت نوجهها لكم الاخوات. ولدك تكون في عمره 5 سنين 4 سنين هذا ضروري تكوني محفظه النمره ديال التليفون ديالك، يكون عندك واحد الكونت ديال فيسبوك ولا يوتيوب ولا تيك توك، ضروري يكون عارف السميه ديالك. ولدك تكوني معلمه العربيه كيفاش يتواصل معاك بالعربيه ويكتب ليك بالعربيه، فهمتوا؟ شوفوا راه الدنيا ولات صعيبه، الحياه ما بقاتش كما كانت كما تنقولوا. كانوا الاطفال وكان كل شيء كما تنقولوا نيه طلوع قليله. دابا مع هاد التطور اللي ولا وهاد الحياه اللي ولات وهاد المشاكل وهاد الشيء، ديما ولدك علميه العربيه باش يتواصل معاك، وعطيه النمره ديال التليفون ديالك يحفظها، وعطيه فين شي كونط فين يبقى يتواصل معاك الا قدر الله ولا شي حاجه دو ولا هذا واللي بغا تحيط عليا ولا فهمتوا واش كيطيح لي انا في بالي. قول الا بغا تعيط ليا ولا تواصل معايا بالعربيه باش ما يعرفوكش اش انا عطيتكم مثال الا قدر الله. اش نوري ليهم نشوف فين ورا ما خصنيش نمشي ليا انا قاعده كنصور فين وري ليا وفينا قول الله يا ربي. لا ما عرفت هادي فين بغات ديني. زيد يلا يا ولي ما كاين لا سر القص لا والو. ولا شنو خلاص غادي ديني عند مولات المكتبه ناري شاد العفريته مع عفرت. زيد فين شوفه تبارك الله ما شاء الله. شوف واش قادت فردوسها قديتيها بوحدك. ها نتوما شوف باش قلت لكم زوينه. شوف كتجي لهنا نقلتها من هنا. شوفوا نتوما بنتي فردوس اش دارت وشجعوها لي وصفقوا قولي السلامه فردوس. سلام. يلا زوينه يلا تتقنعي منها وجمعيها ديريها في الكاخه ديالها وديري شي وحده اخرى بالي صافي. يلا انا حاطه ليهم بزاف تاع الالعاب بشويه. شوفوا انا فين جالسه تضحكوا عليا. انا عجبتني هاد البلاصه غادي تقول ما عرفت ليش تمشي تما وتريح وانا ارتاحيت هنا. يا كاينه الحريه الشخصيه خليوني. غتقول كي فردوس هاد المره اجي حدايا وريحي جي في هاد الطابله باش تقول راه حاضيه بنتها. اويلي انا قاعده هنا حاضيه هادشي تاع الدراري الصغار وفردوس غايبه لهي. ايوا هذا ما قلت لكم البنات راه تنهضر بشويه لان المكتبه صراحه راه خصنا ما نهضروش فيها خصنا نقراو فيها، ولكن انا ما عندي ما ندير. ما بالنهار تنبغي نصور الروينه عندي في الدار ناري شحال خايبه الدار تكون فيها الكوزينه وسط الدار ناري على عصاب ديال هاد الديور ديال اسبانيا وما كتجمع لكش الدار عيب الله. وحتى كتجمعي وكنلقى راسي بحال انا في الكوزينه بحال عندي واحد المراح بحال انا في الكوزينه. ولات مطلع لي الدم هي واخا رخيصه وقريبه هذه هي الحياه قسما بالله. المشاكل فيها عمرها ما تكون كامله. تلقاي المدرسه حدا الدار حدا كل شيء زوينه في الشارع زوين نقي رخيصه فيها السطح الكوزينه وسط الدار ما دريمياش خلص عليهم. امي متي انا نتفكرش هذيك الكوزينه قلت اللهم نمشي للمكتبه ونريح ونصور ولا هذا. وانا مني تنجي عزيز عليا القصص ديال الاطفال علاش لانهم فيهم القرايه. كما تنقولوا القرايه ماشي صعيبه نقدر نقرا الكلمات وتقدري تفهميهم فهمتوا ما نهش قصه اللي غادي نوحل فيها فهمتوا. نوري لكم هكا حتى نتوما
نتوما كتصنتوا في الفيديو، نتوما بحال كتقراو. واش غنقول لكم البنات اللي معولين يجيو لهنايا، ملي تجيو لهنا تهلاو في وليداتكم، قريو وليداتكم. انا نهار جيت حطيت لكم فيديوهات بزاف على هذا الشيء، قلت لكم علموا وليداتكم وقولوا ليهم بالليل شوفوا حتى لا طرا شي مشكل، ها انت وليدي ولا بنيتي تمشي للمدرسه ما تعاود حتى شي حاجه، ما تعاود حتى شي حاجه للمعلمه. راه البوليس غادي يجيو عندنا للدار ويدقوا علينا. هكا تنقول انا لبنتي، دركا بنتي انا تقول لك ابدا واش نقول شي حاجه للمعلمه كما بغات تكون ما تقولهاش صافي. تقول لك ماما لا ماما راه باباتي نعاود شي حاجه ويقدروا يجيو البوليس يديوني للخيريه ما نشوفكش. فهمتوا؟ يعني علموا الاطفال، علموا الاطفال. جات لحدايا هاهي، جات لحدايا غتقول لها راه كتقرا وكترجم ليهم بالعربيه. شحال زوينه تكوني تهضري شي لغه ما كيعرفوكش اش تخربقي. شوفوا هنا راه كاينين على الرسومات عجبوني. هانتي شوفي هنا اش دايرين، هانتي شوفي مزوينات وهاد الكتاب الرسومات. وشوفي هنا اش دايرين، هانتي شوفوا هاد العجب المتعجب. قلت لكم علموا وليداتكم فاش تجيو لهنايا. قلت لكم تعلموا وليداتكم والهضره تبقى في الدار. الا كان شي مشكل يبقى في الدار، ما تعاودوش لهم يعاودوا داكشي في القسم. خصكم نتوما تربيوهم على الدين وعلى الاسلام من حد وليداتكم صغار صافي. وعيشوا. ما عرفتش انا الاخت اللي سولاتني والله ما عرفت، ولا ما عرفت كتبت ليها وما جاوباتنيش. قلت لك اختي ما لا كلش هيوات ام البسيط والله ما عرفت البنات راه كاينين ما عرفتش. قالت لي واش ديما هذه متبعاني، هاد الاخت الاخوات راه ديما متبعاني. ودابا نصور لكم البنات راه اللي تيدير التعاليق بزاف ولا كيطلع ليا دار لينا اليوتيوب واحد البلاصه اللي كيكتب ليا التعاليق بزاف هو اللي كيطلع عندي في القناه. فالبنات الله يحفظكم اكتبوا لي التعاليق، كل تكتب لي 3 تعاليق باش الفيديو يطلع. الله يحفظكم. هذا الفيديو راه غنلوحو لكم دابا فين انا مريحه في المكتب، وغتشوفوا ان شاء الله البنات اللي غادي يدخلوا صافي. حيتاش هنايا بالزربه الويفي كيشارجي لهذا. يلا بسلام عليكم.